فنانين، ازيكم؟ رجعنا لكم تاني بدرس مهم وهو رسم الأنف من الزاوية الأمامية والجانبية. فيلا نبدأ على طول من غير ما نضيع وقت. أول حاجة بنرسمها حاجة اسمها المحاور، الخطين المتقاطعين دول. هنرسم دايرة كبيرة بتمثل الجزء الأكبر في منتصف الأنف، ودايرتين صغيرين على الأطراف زي اللي قدامكم بالظبط. نبدأ نحدد فتحات الأنف ما بين الدائرة الكبيرة والصغيرة على اليمين والدائرة الكبيرة والصغيرة على الناحية الشمال بنفس الشكل اللي قدامكم ده. أهم حاجة في الأنف هو التظليل، لأن الاختلاف في الدرجات أو ما بين الظل والنور في الأنف بيكون في أجزاء صغيرة جدا، فركزوا جدا في المرحلة اللي احنا هنظلل فيها. احنا كده بنحدد الأوتلاين، هنحدد أماكن الإضاءة. طبعا الأماكن دي بتبقى أماكن إضاءة اللي هو منتصف الأنف ومنتصف قصبة الأنف، والأجزاء اللي على الأطراف بتبقى أماكن ظل أو أماكن غامقة شوية. طيب في جزء كده فوق الفتحات بيكون تظليل البشرة فيه غامق، دايما عند اي حد بتلاقي ان الجزء ده تظليله اغمق من باقي الانف، وده بندرجه على الاضاءة اللي فوق. طبعا اي انف لازم يكون فيه ظل تحتها، فبنحدد مكان الظل اللي تحت الانف. لو انت بتعرف تعمل الاوتلاين بنفس الشكل ده، ان انت تحدد اماكن الظل والاضاءة، فهيخليك تتخيل الشكل من غير حتى ما تبدأ تظلل، عشان لو عندك مشكلة تعرف تلاحظها دلوقتي. هنا حددنا مكان العيون عشان ننسق معاهم حجم الأنف، وإن شاء الله المرحلة اللي جاية أو الدرس اللي جاي تقريبا هنبدأ نشرح النسب، إزاي نربط العيون بالأنف والأجزاء دي مع بعض. طيب يلا نبدأ نظلل. في بداية التظليل هنستخدم ال HB، نفس القلم اللي احنا عملنا بيه الأوتلاين. طب ليه ال HB؟ لأن انت محتاج تظلل تظليل خفيف الأول، حتى الأجزاء الغامقة اللي زي فتحة الأنف ما تغمقهاش بأقصى درجة الأول، لأن انت ممكن تعدل فيها تعديل بسيط. فنبدأ تظليل على الكل، تظليل خفيف. دايما نبدأ في أماكن الظل الأول. ليه؟ لأن دي الأماكن اللي لو حصل فيها أخطاء أو أي حاجة هتعرف تعدلها عن طريق إن أنت هتغمق بعد كده. ولكن أجزاء الإضاءة بتكون أجزاء حساسة جدا، فخليها للآخر. بنبدأ نظلل بال HB زي ما انتم شايفين، وكل ما أضيف طبقة جديدة أغير اتجاه إيدي عشان الخطوط تبقى متداخلة، فنعرف ننعم التظليل. وزي ما اتفقنا احنا مش هنسيح، هنحاول ننعم التظليل بإيدينا وعن طريق تكنيك التظليل اللي احنا بنشتغل بيه. طبعا زي ما قلنا الأطراف اللي يمين وشمال قصبة الأنف هتبقى غامقة شوية، فبنضيف عليها طبقة خفيفة بال HB بالشكل ده. ممكن دلوقتي تحس ان الدرجات اللي احنا ضفناها غامقة، بس لا، هي مش غامقة. انت عينك دلوقتي بتخدعك عشان بتقارن الدرجات دي بلون الورق، لكن احنا لسه هنغمق بباقي الدرجات، هتلاقي ان الشكل متناسق جدا. طبعا لازم ندرج على الإضاءة، الكلمتين دول مش هنبطل نقولهم في أي جزء بنرسمه. لازم أماكن الإضاءة ندرجها على أماكن الظل، وكل طبقة بنضيفها بنخلي اتجاه التظليل مختلف عن الاتجاه اللي قبله عشان نكون شبكة من التظليل. ناس كتير فاكرة ان الرسم هو عبارة عن ان احنا بنعمل الاوتلاين ونضيف بقى كل الدرجات اللي احنا محتاجينها وخلاص كده الرسمة خلصت. لا، الرسمة لازم تبقى استريتش مع الرسمة، لازم تاخد وتدي، لازم تبدأ تظهرها بالتدريج، ولازم تعدل لو لقيت فيه اخطاء. ما تتفاجئش بالرسم في الاخر زيك زي اي حد، انت اللي عامل الرسمة. فعشان يبقى في قابلية ان انت تعدل، ابدأ كون الرسمة بتاعتك خطوة خطوة، مش مجرد اوتلاين وتظليله واتفاجئ بالنتيجة. لا، انا ببدأ ابرز الرسمة خفيف خفيف، وكل مرحلة اعرف ان انا اعدل. كل ما الرسمة لسه باهتة او التظليل خفيف ينفع ان انا اعدل، مجرد ما بدأنا نغمق التعديل بيكون صعب جدا. على فكرة لو مشيتوا بالطريقة دي
مش هتحتاجوا ان انت تستخدموا الاستيكة. انا ما بستخدمش الاستيكة نهائي، ما بمسحش اي اوتلاين. ليه؟ لان انا بعدله بسيب الاوتلاين القديم مكانه كده كده بيبقى خفيف، فلما بضيف التظليل الاوتلاين الخفيف بيبدأ يختفي معايا. تمام. ولكن لو انت عامل الاوتلاين غامق او اي خطوط غامقة هتضطر ان انت تمسحها. وانتوا عارفين ان الورقة مجرد ما بتعدل فيها كتير وتعمل تعدل في نفس المكان بالاستيكة بتبدأ تعمل معاك بقع وشكل الرسمة ما بيكونش ألطف حاجة. وفي نفس الوقت لما ترسم من غير ما تعدل هتاخد ثقة في نفسك، وهتبقى الرسمة باينة فيها جراءة الشخص اللي بيرسم، لأن الجراءة بتبان على الرسمة. طيب احنا جبنا دلوقتي درجة B، يعني كنا بنعمل الاوتلاين بالاتش بي وبنظلل بالاتش بي، دلوقتي جبنا درجة البي وبنبدأ ننعم بيها التظليل. بننعم بيها التظليل ازاي؟ عن طريق ان احنا بنبدأ ننعم الخطوط اللي احنا كنا عاملينها من شوية. زي ما انتم شايفين كل ما بنضيف تظليل بيبدأ البشرة تبقى ناعمة اكتر. وياريت بقى لو هتظلل بشكل دائري التظليل هيطلع معاك انعم من كده بكتير. وطبعا بنزود اكتر في اماكن الظل او الاماكن الغامقة، واماكن الاضاءة نسيبها فاتحة على قد ما نقدر. دلوقتي جبنا ال 7B او ال 6B او ال 8B اي درجة غامقة معاك، وتبدأ تغمق بقى الاماكن الغامقة او اللي فيها تجويف او الاماكن الغائرة زي ما بنقول، اللي هي فتحات الانف. الجزء اللي تحت فتحة الانف بشوية بيكون اغمق من الباقي. بس زي ما انتم شايفين احنا جبنا الدرجة الغامقة ضفنا بيها تاتشات بسيطة في اماكن معينة بحرص جدا، لان الدرجة الغامقة لو استخدمتها في مكان مش في مكانها هتبوظ لك الرسم، فعشان كده بنخليها لاخر حاجة. زي ما انتم شايفين شكل الانف بدأ يظهر بشكل افضل بعد ما غمقنا البشرة. عموما HB و 2B والبي الدرجات الفاتحة يعني كفاية عليها جدا، مش هنستخدم خالص ال 6B في البشرة ولا ال 4B ولا ال 8B. فزي ما انتم شايفين بدرجة ال B مكملين تعديل في البشرة. نحاول ندرج اكتر ننعم اكتر. لو مكان حاسس انه محتاج يتغمق ممكن تزود عليه طبقة لحد ما تلاقي ان الرسمة بتاعتك ظاهرة بأفضل شكل ممكن. طيب تعالوا بقى نرسم الأنف الجانبية، وأنا في الحقيقة بشوفها أسهل من الأمامية. وفي تمرين مهم جدا هقولكوا عليه في آخر الفيديو. عملنا نفس المحاور ورسمنا دايرة صغيرة ودايرة كبيرة، ورسمنا الخط اللي انتوا شايفينه قدامكم المايل ده، وده هيمثل لنا قصبة الأنف هنا. طيب نبدأ نرسم فتحة الأنف، فتحة واحدة اللي هتكون باينة لو انت شايف أنف من الزاوية الجانبية. نرسمها ما بين الدائرة الكبيرة والدائرة الصغيرة، وبعدين نبدأ نقفل الأنف بالشكل ده. طبعا الحاجات دي أو الشكل ده ممكن يختلف شوية من شخص للتاني، فأنا هنا برسم من خيالي. لو انت عايز ترسم من صورة تقدر ان انت تكبر شكل الأنف أو تكبر الفتحة على حسب الشكل اللي قدامك يعني. وانصحكم كمان ما ترسموش من خيالكم في البداية، ارسموا من صور أو ريفرنس قدامكم هيكون أفضل، لأن انت لسه التفاصيل دي مش محفورة في دماغك او ما تعودتش عليها. فناس كتير بتسأل ازاي نرسم من خيالنا. لا، ارسم من مصادر الاول عشان تحفظ التفاصيل دي، بعدين هتعرف تطلعها من خيالك لوحدك. برضو كالعادة هنبدأ تظليل خفيف. هنا بدأنا تظليل على طول بالبي. البي والاتش بي قريبين من بعض فمفيش اختلاف كبير. بس في جملة مهمة لازم تحفظها، احنا بنبدأ بالدرجة الفاتحة في المكان الغامق. يعني خليك حافظ الجملة دي وما تنساش ابدا، بنبدأ دايما بالدرجة الفاتحة
في مكان الظل اللي هو المكان الغامق، فبنبدأ بالدرجة الفاتحة في المكان الغامق، لان احنا بنسيب اماكن الاضاءة للاخر خالص لان هي اكتر اماكن بتكون حساسة. فبنبدأ نزود طبقات على الاماكن اللي محتاجة تتغمق، واماكن الاضاءة تسيبها زي ما هي. طول ما القلم اللي في ايدك خفيف زي ال HB او ال B او ال 2B، ما تخافش ان انت تزود طبقات، وما تخافش ان انت تضغط عليه شوية، لان الدرجة اللي معاك بتكون فاتحة، وخصوصا لو نوع كويس زي ستيدلر الالماني او فيبر كاسل الالماني. ولكن ال 6B والدرجات الغامقة محتاج تبقى حريص قوي وانت بتستخدمها. فعشان كده برضو بنبدأ دايما الرسمة بدرجة فاتحة الاول عشان ابقى واخد راحتي في التظليل. بنحاول نزود طبقات في أماكن الظل، لأن أماكن الظل لما بنغمقها ونديها حقها هي اللي بتدي بروز للأماكن الفاتحة، أو هي اللي بتخلي الرسمة 3D أكتر. زي ما انتم شايفين كل ما بنقرب على مكان فيه إضاءة بنبدأ نسحب التظليل أو نبدأ نخف إيدينا. هنا جبنا ال 6B أو ال 7B الدرجة الغامقة معاك، وتغمق بقى بيها ايه؟ فتحة الأنف، جزء الظل اللي موجود عندنا. ممكن تعمل جزء زي اللي عملناه عند العين فوق كأنه باك جراوند غامقة عشان يدي بروز أكتر للأنف. فالحاجات دي لازم تبقى عارفها، لأن انت بترسم، انت مش مكنة طباعة. تمام؟ فأي جزء بنغمقه بيدي بروز للفاتح اللي جنبه. بنفس المبدأ بالظبط لو بنت لابسة طرحة فاتحة أو بيضة، دايما هتشوف وشها غامق شوية لأن انت عينك بتقارن بلون الطرحة. نفس الفكرة لو نفس البنت لابسة طرحة سودة بتحس ان بشرتها فاتحة. ليه؟ لأن هي بشرتها متغيرتش، ولكن عينك اللي بتترجم، لأن عينك دايما بتقارن الأجزاء اللي جنب بعضها. فده باختصار كله بيعتمد على التظليل. كل اللي انا بعمله في المرحلة دي ان انا بحاول اعدل في طبقات التظليل وانعمها اكتر. دي اماكن الاضاءة عشان تبقوا عارفينها. وده الظل، وده هنا مصدر الاضاءة. الدرجات اللي احنا استخدمناها كانت ال HB وال B وال 7B. لو انت معاك درجات زيهم مفيش مشكلة، لو مش معاك الدرجات دي استبدل اي درجة بالدرجة الاقرب ليها. في بقى تمرين مهم وهو تمرين التدريج. لو انت عندك مشكلة في التظليل اتمرن على تمرين التدريج لوحده زي ما انا بعمل كده، ان انت تطلع سلسلة الدرجات لوحدها ومسحوبة على بعض بالشكل ده. لو انت عرفت تطلعها في التمرين ده بشكل كويس اكيد ان شاء الله هتعرف تظلل بشكل كويس. لان الفكرة كلها ان احنا ازاي نعرف نخف ايدينا عشان نسحب التدريج، نخلي في البداية غامق وفي الاخر فاتح من غير ما يكون في اي فواصل صريحة او حادة في النص. فزي ما انتم شايفين فوق اغمق حاجة وتحت لون الورقة الابيض ومفيش اي فاصل صريح. فانت لو جيت تطلع الدرجات اللي انت محتاجها لأي رسمة هتلاقيها موجودة في السلسلة دي. تمام؟ وممكن تطلع نفس السلسلة دي من قلمين 3 بس، مش لازم يبقى معاك كل الدرجات. وده اللي احنا قلنا عليه في اول درس، ان انت لازم تتعلم تطلع درجات مختلفة من كل قلم عن طريق ضغطة ايدك وتكرار الطبقات.